ليستوار كي غادي تسمعوها غادي تفهموا باللي خاصكم ما ديروش كونفيونس في حتى واحد، سواء في بلادكم ولا في بلاد الغربه، باسكو هاد ليستوار صرات في بلاد الغربه اكزاكتومون في قطر، وهذا مصري واللي كمل معاهم مصريين. تبعوا معايا. هذا السيد مصري سموه محمد تامر، في عمره 46 سنه، راح لقطر في الوقت اللي كان فيه كوب دي موند، صادير راح في 2022، ومن تما ما عاودش ولا لمصر باسكو كان خاصه خدمه وكاع، دونك حرق الفيزا تاعه وبقى في الدوحه ويحوس على خدمه. محمد هذا قاعد يحوس على خدمه في قطر وما لقاش، حتى لقى روحه في الشارع هكا مريح بلا خدمه بلا والو. يتلاقاو به زوج تاع الناس وهما خوت خدامين وعايشين تما كينا ريزيدي في قطر. زوج خوت شفهم بويسكو هو ولد بلادهم، قال نرفدوه يامات ونجيبوه عندنا وندبروا له خدمه. وهادو زوج عندهم صاحبهم واحد اخر عايش معاهم، صادق ثلاثه عايشين في ابارتمون، زادوا معاهم هذا محمد دخلوه معاهم. وهادو كيما راهم جابوا هذاك السيد دخلوه عندهم وراهم عايشين في رحبه، يعطوه ياكل، رقدوه عندهم، وراهم يدوروا بلا ما يلقاو له خدمه ويحكم روحه. بصح حسب الاعترافات تاعه قال لك عبد السلام وعلي كانوا يحوسوا له على الخدمه، بصح قمعه هذا ما كانش مريح له، كان يبقى معاه بصح ماشي مريح له، دائما موسوس منه. وزوج الاخرين خوت نيه يحوسوا له نورمال على نيتهم. وهادو زوج خوت كانوا كل جمعه يجمعوا الجاليه المصريه في لابارتمون تاعهم ويديروا طعام ويديروا قعده ويقصروا في رحبه. بصح كاع اللي يعرفوا هادو الناس في لابارتمون كي يجوا يلقاو هذاك السيد، قال لك ما كاش واحد فيهم كان مريح له، كي يشوفوه دائما يتوسوسوا له، ما على باليش علاش، يبان باللي شيطان. ايوا بعد ما حوسوا له في كاع قطر ما لقاولاش خدمه، الغالب معايا ويحوسوا ما لقاولاش خدمه، دونك وكلوه شربوه بيتوه رقدوه داروا له كل شيء بلا مقابل. السيد ما خلص والو، امام عطاو له دراهم وقعد معاهم وقت طويل. جاء الوقت وين قالوا له اسمح لنا غادي مع العيد وكاع غادي نخلصوا لك بي باش تهود لمصر وتعيد مع العائله تاعك. نهار اللي عنده الفول هذا محمد تامر، واحد من هادو كان رايح للخدمه، قال له اسمح لي غادي نروح نخدم، وفي الحشيه كي نجي نوصلك باللوطو ونديك للمطار. وبقاو زوج راقدين باش تعرفوا بلي هذاك انسان خبيث. كاع هذاك الوقت اللي كانوا دايرين فيه الخير وكان يعس فيهم وين يخزنوا في الدراهم تاعهم، دونك عرف البلاصه تاع الدراهم، اوكي رايح باش يدي دراهم، بصح قبل ما يدي لهم الدراهم راح شرا كما نقولوا مخدر، بصح دوماج اللي شراه ما عندهش ايفي كما نقولوا ايفي مجهد، راح شراه وعطاه لهادوك الزوج اللي كانوا في الدار باش يشربوه، طالهم في الماء ولا ما على باليش. رقدوا بصح ما كانوش راقدين بزاف كانوا دونك في الوقت اللي كان يروح للخزنه تاعهم باش يدي دراهم هما فطنوا وبغاو يقاوموا باش ما يدي لهمش. راكم عارفين كيفاش، دونك كي فطنوا كي فاق بيهم باللي فطنوا بغاو يعيطوا في التليفون وكاع، ديجا واحد فيهم عيط لهذاك اللي راه يخدم باش يجي، قالوا لهم خرجوا من الدار توت سويت باش ما يقدر يدير لكم والو. صح ناسي تروطار. السيد هذا الخبيث عرف باللي لو كان غير يخرج واحد فيهم راحت عليه هو، شي يدير احكم خدمي، ضرب الاول كمل معاه، ضرب الزوج كمل معاه، صافي قتل الزوج. والسيد الاخر كان جاي طريق باش يشوف شرا صاري في هذيك الدار، وهذا قاعد يقرا له لو طون اللي دخل للدار هذا زاد كمل معاه، يعني دار كريم فيه ثلاثه تاع الناس، زوج خوت وواحد صاحبهم كمل معاهم. وهذو ثلاثه تاع الناس كاع ضيفوه لواحد المده طويله، رفدوه وكلوه شربوه عطاو له كل شيء، في لافان يغدر بهم ويكمل معاهم كاع. وهنا في المحاكمه تاعه يقول لهم اللي علاش ما تشوفوش الجهه تاعي، تشوفوا غير الجهه تاعهم. السيد راه كاتل ثلاثه، كيفاش يشوفوا الجهه تاعك؟ المصريين هنايا حكموا عليه بالاعدام. وهاد لي زيستوار وهاد الصوالح يصراو غير في مصر، في امريكان بالك ما تصراش لقطه كيما هكا، مصر يصرو فيها واحد الصوالح فريمون راسي يحبس. واش رايكم نتوما في هاد القصه؟